السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ اتمنى كلكم ان شاء الله تكونوا بخير. معاكم باشمهندس ساره محمد حليمه وباشمهندس يوسف كليفر. ان شاء الله النهارده هنعمل لكم انترودكشن بسيطه جدا عن البروبلم سولفينج، وهنحل مع بعض شويه مسائل بسيطه تحطوكوا على الطريق يعني. خلونا نبدا الاول. عايزه اعرفكم احنا اصلا هناخد البروبلم سولفينج دي ليه وهي معناها ايه، مع اني كنا قايلين الكلام ده قبل كده، بس حاجه بسيطه بس. البروبلم سولفنج ديت ما هي الا عن سكيل بسيطه احنا بنبدا نتعلمها علشان نطور بيها تفكير مخنا، وبتساعدنا جدا قدام سواء في دراستنا او في الشغل او في اي كومبيتيتيف بروجرامينج حابين نشارك فيه. تمام. هنمشي ازاي؟ اول حاجه عندنا هناخد احنا عندنا كام توبيك. عندنا الداتا تايب والكونديشن واللوب والاري والسترينج والفانكشن. عندنا 6 توبكس. هنبدا ناخد كل توبك هنقسمه لثلاثة ليفلز. هنحل فيه مسائل سهلة، وبعدين هنعلي التفكير شوية، وبعدين يبقى مسائل أصعب حاجة. ونبدأ إن احنا نتعلم أصلا إزاي نكتب كود بإيدينا احنا من غير ما ننقله من حاجة معينة، ونبقى فاهمين كل سطر احنا بنكتبه ليه. تمام. ديت البروبلم سولفنج لايف سايكل، اللي احنا بنبقى عندنا المشكلة بنبدأ نحللها ونقسمها لكذا بروبلم صغيرة ونحل المشاكل الصغيرة ديت عشان يعني نقسمها، نقعد نحل المشاكل الصغيرة عشان نجيب حل المشكلة الكبيرة. وبعد ما بنحللها بيبقى بنجيب احنا بقى الالجوريزم ديت احنا اللي بنكتبها وبنكريتها، وبعدين نحولها لكود. والمفروض ان الكود دوت يبقى اكسبتد لكل المشاكل اللي تبقى شبه المشكلة دي، ما ينفعش تبقى لحالة واحدة بس. قلنا يعني ايه بروبلم سولفينج؟ احنا ليه بنتعلمها؟ طيب قلنا عشان هنعلي تفكير مخنا وهي بنحتاجها في الشغل واي كومبيتيتيف بروجرامينج حابين نشارك فيها. دي هنعرفها واحنا بنحل. تعالوا الاول بقى اعرفكم احنا هنحل على ايه. احنا هنحل على كود فورسز دوت. موقع زي اي مواقع كتير جدا بيبقى فيها بروبلمز كتير، بتبقى مترتبه زي ما انت عايز، من الصعوبه من انها تبقى سهله خالص ونقعد نعلي في المستوى بتاعنا. فهنعمل اكونت بسيط كده، نعمل ريجستر من هنا. هنحط الهاندل بتاعنا يعني. شوف انتوا عايزين تحطوا اي حاجه براحتكم. حط النيك نيم بتاعك اي حاجه، وخلي بالكم ما بيتغيرش غير بعد كل سنه. وبعدين هتحط الايميل والباسورد وهتكونفيرم الباسورد وتبدا تعمل ريجستر. وكده هيبقى عملت اكونت. فانا عشان اعمل اكونت هخش عليه على طول، نعمل لوجن. ده كده الاكونت بتاعي. لو اتكينا على الهاندل بتاعي بيخش لي على طول على الاكونت. الحاجات دي كلها ديتيلز مالكوش دعوه بيها دلوقتي، هتبداوا تعرفوها قدام. هنا الجراف دوت بيظهر لما تخش حاجه اسمها ديفات، ما تقلقوش برضه هتعرفوها قدام. المربع دوت اي يوم انت بتحل فيه بروبلم واحده المربع بيختار. بتفرق بقى لو حليت اكتر من بروبلم المربع بيضر اكتر يعني. تمام. التابة ديت فيها السيتنج بتاعتك. اقعد اقرا كل واحده، شوف انت عايز تعمل ايه براحتك دي برضو. ماشي. البلوج والليست دي برضو ملناش دعوه بيها دلوقتي، مش هنحتاجها في اي حاجه خالص. التيمات، اي تيم انت بتكريته عشان تخشوا مع بعض مسابقه، تخشوا مع بعض تحلوا مع بعض شيت اي حاجه، بيظهر هنا التيمات كلها اللي انت بتكريتها. السبمشن هنا بيظهر اي مساله انت بتكون حللها في اي وقت، كل السبمشن بتاعتك بتظهر هنا. تمام. الجروبس هنا اي جروب انت بتبدا تخشه عشان تحل فيه تبع اي كوميونتي او اي جامعه بيظهر هنا. الجروب دي بيبقى كل جروب فيه عدد من الشتات، بنبدا ان احنا نخش عليها ونبدا نحل منها. تمام. الكونتستات هنا الديفات اللي كنت قايله لكم عليها في الاول، هتعرفوها بعد كده، او في هنا الديف اصلا كمان 38 ساعه. الديفات دي هتعرفوا عنها قدام، فمالناش دعوه بيها دلوقتي برضه، ودي برضه مالكوش دعوه بيها. كده عرفتكم ازاي نعمل اكونت على كود فورسز وازاي والحاجات دي كلها معناها ايه. في حاجه بقى ان احنا اصلا هنبدا نحل ازاي او نصمت ازاي الحل. ده هنعرفه لما نيجي نبدا الحل. تمام. ثانيه. كده احنا عرفنا احنا هنعمل ايه وليه، وعرفنا كود فورسز هنعمل عليه ازاي. الكونتنت بتاعنا بقى هنمشي ازاي؟
زي ما قلت عندنا أول حاجة هنبدأ ده. طيب هنبدأ نحل مسائل 7 ل5، يعني الرينج بتاعنا من 5 ل7 مسائل. مسائل ايزي خالص، وبعدين هنعمل ميديوم، وبعدين الادفانسد بتاعنا. كذلك على كل التوبك اللي عندنا، الكونديشن بقى واللوب والاري والفانكشن والسترينج بس. خلينا نبدأ الحل على طول ونشوف هنبدأ نحل ازاي. لو الباشمهندس عايز يسأل أي حاجة قبل ما نبدأ اتفضل. لا، نبدأ بقى بالستاندرد كود الأول. نعم. نبدأ بالستاندرد كود الأول. إن شاء الله. هنا ده كده أول كود بيظهر معانا في سي بلس بلس. تعالوا نفهم كل سطر بيعمل إيه وإحنا بنكتبه ليه. تمام. أول سطر اللي هو ده بتاع هاش انكلود اي ستريم. هنا أنا بقول له إيه؟ بقول له استدعي لي المكتبة اللي اسمها اي ستريم. طب المكتبة ديت أنا بستدعيها ليه وبعمل بيها إيه؟ المكتبة دي بيبقى فيها كل الفانكشن اللي مش كلها، هنقول مثلا 3/4 أو 95% اللي بستخدمها في سي بلس بلس، واهمهم اللي احنا بنلاقيهم على طول في اي كود، اللي هما امرين، اللي هما السي ان والسي اوت، ان انا بدخل داتا وبخرج الداتا. فهي الاي ستريم ديت فيها فانكشن انا باخدها بستدعيها علشان اي فانكشن موجوده فيها انا محتاجاها بستدعيها وباخدها منها. تمام. using namespace std ديت بتقول لي ان انا هستخدم كل الفانكشن اللي موجوده في الاس تي دي، يعني بتخليني استغنى عن ان انا اعمل كده. يعني مثلا لو انا عايزه اعمل سي اوت اي حاجه دلوقتي كده الكود هيرن زي الفل. طب لو شلت السطر ده كده، انا عملتلهاش كاني شلته، محتاج ان انا قبلها اعمل اس تي دي ودبل كولوم كده. هنا انا بقول له السي اوت استخدمها لي اللي موجوده في الاس تي دي. النقطتين دول بيقولوا لي ان انا الفانكشن دي بتاعه النيم سبيس دي. تمام. لو انا شلت الخط ده يبقى اكتب ده، اشيل ده كده، بدل ما اعمل كل شويه اعمل الاس تي دي والدبل كولون في كل سطر كود اشيلها واستخدم السطر ده. فالسطر ده بيخلينا استغنى عن الجزء ده. تمام. الانت مين دي فانكشن برضو الكومبايلر بيبدا ينفذ من عندها الاوامر. اول ما بيشوفها بيبدا من خلالها ان هو يبدا ينفذ كل الاوامر اللي تحت. ده كده كله اي حاجه فوق الانت مين مش بتتنفذ، انا بستدعي المكتبات وبجهزها كاني بجهز حاجتي جنبي، واول ما احتاجها بالظبط في جوه الانت مين ببدا استخدم. تمام زي الفل كده. في حاجه تانية مش مفهومه؟ لا، تمام، كله تمام كده. تمام. تعالوا نبدا نحل ونشوف هنبدا نحل ازاي ونقرا المساله والكلام ده كله. اول حاجه انا جبت الشيت ده ازاي الاول؟ خلينا نطلع بره خالص، خلينا نروح عند الجروبس. او انا عندي الجروبس هنا، مثلا دخلت على اول شيت دي كده، على اول جروب قصدي، دي كده كل الشيتات. تمام. الشيت بيبدا يظهر من تحت، ديت شيتات قديمه فهي ظاهره بالشكل ده. الشيتات لما بتبقى جديده بتظهر بشكل مختلف بس عادي جدا. بنعمل لها انتر ونخش مثلا على اول مساله. اول ما بتك هنا على اسم المساله بيخش عندي المساله بتاعتي بالشكل دوت. دي كده الحاجات اللي هو بيحددها لي معناها ايه. هو بيقول لي ان التايم ليميت للتست الاولاني هياخد ثانيه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لما اعمل الكود بتاعي واجي مثلا ادخل له، هجرب اعمل له تيست مثلا. يعني ايه تيست؟ يعني هدخل له انبوت والمفروض ان انا احل له المشكله ويخرج لي اوتبوت معين. تمام. المفروض الكلام ده كله ما ياخدش اكتر من ثانيه. طب لو خد اكتر من ثانيه يبقى كده الكود بتاعي مش هيفت معايا، الكود بتاعي كده غلط حتى لو بيطلع لي النتيجه صح. اهم حاجه عندي ان هو يوفي كل الشروط اللي هو مديها. تمام. يعني كده المفروض الكود بتاعي ما يعديش الثانيه لما باجي رن. تمام. الميموري ليميت نفس الحوار، هو محدد لي 256 ميجا. لو الكود بتاعي خد ميموري اكتر، يعني لو خد 256 ونص او 256 او 257 كده برضو الكود هيضرب معايا حتى لو هو صح. لازم اوفي كل الشروط اللي هو قايلها. تمام. دي كده الكود اللي هو مديها. هنيجي نخش بعد كده الجزء ده كله الستوري بتاعت المشكله.
يعني ايه الستوري؟ هو بيبدأ يحكي لي مشكلة، بيحكي لي القصة بتاعته عشان يبين لي هو محتاج ايه. بيقعد يحكي لك مثلا، في ساعات بيقعد يحكي قصص كتير قوي قوي، والحل بتاعي يبقى صغير. ده كله الحاجات دي كلها هتبداوا تعرفوها قدام. تمام. هنا الانبوت بيعرفك الانبوت انت هتدخل ايه، ويعرفك عايز الاول بتاع عباره عن ايه، والفورمات بتاعته عامل ازاي. ودي كده التستات اللي احنا بنبدا نجربها على الكود عشان نشوف هيبقى صح ولا لا. فخلونا نبدا. لو جينا نقرا اول مساله بيقول this is the first problem in the season so BFCAI بنها wanted to welcome you so they give you this problem. هو بيقول لك ان هي بترحب، BFCAI بترحب بينا، فعشان كده اداك المشكله دي. ايه هي المشكله؟ ان احمد هاني هيدينا رقم ان انتجر يعني رقم صحيح، فهو يديك رقم صحيح، هو رمز له برمز ان. مش شرط، انت ممكن تعمل له اي حاجه. الفاريبل انت بتسميه اي حاجه زي ما انت عايز براحتك، والتاسك بتاعك ان هو هيطبع الرقم ده. المشكله سهله جدا، هو اليوزر هيدخل لك رقم وانت هتطلع له الرقم ده. طب الداتا طيب هحددها على اساس ايه؟ تعالوا نشوف. هو قال لك هيدخل لك انتجر. طب الانتجر دوت قلنا رقم صحيح. عندنا الداتا طيب اللي بتدخل ارقام كام؟ 4. انتجر ولونج ودبل وفلوت. دبل وفلوت دول ارقام عشريه هنسكبهم دلوقتي عشان هو قال لنا رقم صحيح. بقى عندنا 2 داتا طيب، الانتجر واللونج. طب هستخدم انهي؟ على حسب الرينج بتاعي. الانتجر بتشيل لحد 10 اس 9، من سالب 10 اس 9 لحد 10 اس 9. هنا الرينج بتاعي من 0 لحد 10 اس 5، فكده الانتجر هيشيل معايا. طب اللونج اخرنا كام؟ 10 اس 18 تقريبا، او تعالوا مش عارفه مكتوبه في السلايد ولا لا. اللونج لحد 2 اس 63. 10 أس 18 ايوه. افتح 10 أس 18. اهي. تمام. بتشيل لحد 10 اس 18، ده كده اللونج. فهنا هستخدم الانتجر بكل اريحيه جدا. هبدا اعرف متغير انتجر A وهبدا ادخله. كده انا عرفت فاريبل من نوع انتجر ودخلته. حلو. ايه اللي هعمله؟ هسي اوت الانتجر دوت، وكده بكل بساطه نكون خلصت. عملت ايه؟ عرفت فاريبل من نوع انتجر عشان هو قايل ان هو يدخل لي انتجر، والرينج بتاعي هيشيل الانت عادي، ودخلته وخرجته زي ما هو عايز. لو جينا جربنا نرن ثانية عشان بياخد وقت. ثانية. لو دخلت 1 طبع لي 1. طب لو عايز اعمل مثلا 5 طبع لي 5. تمام كده. في اي سؤال محتاج تسأله؟ لا تمام. وانا لو دخلت لونج هل هيحصل مشكلة ولا الدنيا عادي؟ دلوقتي الدنيا عادي. قدام لما التوبكس تعلى منك والمسائل تبدأ تتعقد شوية، ممكن تضرب معاك ميموري ليميت علشان انت بتخزن ميموري انت مش محتاجها اصلا. طيب تمام زي بس الفل. دلوقتي مش هيعمل اي مشكلة عادي. تمام. 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 هنبدأ ناخد الكود كوبي. عايزين نصمته بقى. يعني ايه نصمته؟ يعني هنحطه على الموقع عشان نشوف الموقع هيقبل الحل ده ولا لا. احطه هنا كوبي وهختار البروبلم، ومن هنا هختار من اول مره هصمت فيها اللغه بتاعتي. احنا مش شغالين بسي بلس بلس، فعندنا ثلاثه فيرجن 17 و20 23. اختار اي حاجه انت عايزها وهنعمل صمت من هنا. هنا كده بيظهر الرن بتاع الكود بتاعي. المفروض يظهر بقى ايه، هيبقى اكسبتد ولا لا. في حاجه احنا ما قلناهاش. دي كده قلنا الشيت بتاع البروبلم كله، كل البروبلمز هنا بتظهر عادي. السبميت كود من هنا برضو زي ما لسه عاملين، بنحط الكود هنا، والماي سبمشن هنا اللي بتظهر النتيجة او جاب معايا اكسبت. تمام. الاستاتيو هنا وانت بتحل الشيت، في ناس معاك كمان بتحل الشيت.
فبيظهروا كلكم بتظهروا مع بعض هنا، والاكواد بتبقى ساعات مفتوحه وساعات مقفوله على حسب الانكارية الجروب. تمام. الستاندنج من اسمه دوت بيدل على ايه؟ الترتيب بتاع اللي بيحل، يعني في الناس اللي اعلى منك، الناس اللي اقل، وهكذا. تمام. دوت لو انت مش معاك اي دي اي بتبدا تحط الكود هنا وتحط الانبوت والاوتبوت بيخرج من هنا زي الفل كده. الكود جاب معانا اكسبت. تمام. نفس الكود ده تعالوا بقى نشوف. هندسة، نفس الكود زي ما هو هنعمله مم. سبميت تاني. ماشي. ودي كوبي عادي، مم. بس هنشيل السيمي ماشي. كولن، يعني هنشيل بس السيمي كولن الأخيرة دي. دي اه هتضرب معاه ايرور دلوقتي. ممكن لأ. ازاي ديت؟ السيمي كولون دي سينتاكس تبع سي بلس بلس، فمستحيل الكود هيمشي من غيرها. انت لو عامل كود مليون سطر ولا 1000 سطر وشايل سيمي كولون، الكود عمره ما هيرن، هيضرب معاك ايرور على طول. تعالى نشوف نوع الايرور اللي هيظهر معانا. نرجع السيمي كولون تاني. حتى هنا اصلا لو شلنا السيمي كولون وعملنا رن هنا ظهر معاك ايرور اصلا اهو. ماشي. ولو رنينا ظهر لك ايرور. بص، الموقع ذات نفسه اصلا بيقول لك مش عايز اعمل. في مشكلة ولا ايه؟ المفروض ان هي تعمل. بص ظهر معاك ايه؟ حاجة اسمها compilation error. الcompilation error ده بيظهر امتى؟ بيظهر لما تكون غلطان في السنتكس بتاع الكود مش اللوجيك الكود. يعني ممكن الكود يكون اللوجيك بتاعه زي الفل، بس انت ناسي مثلا كيرل براكت، ناسي سيمي كولون، فاتح قوس ومش قافله، وهكذا. لو اتكينا عليه، بص او اعمل لك اشاره عند السيمي كولون ان انت مش كاتبه. تمام. تمام. اوكي. نشوف بروبلم تانية. بنقول ايه هنا بقى؟ اسم مسألة برنت نيم، نفس الشروط. اوكي. بيقول لك ان هو هيديني نيم سماه ايه. التاسك بتاعي ان انا هطبع له النيم دوت. الجملة دي هنحطها بعد الاسم ده. الانبوت بتاعي سنجل نيم، وقال لي ان الاسم دوت مش هيبقى اكتر من 10 حروف. مش مهم، عادي هنسكيب حاجات مش محتاجينها اصلا. والاوتبوت هيبقى بالمنظر ده. دخل لي الانبوت احمد، طبع لي احمد لاف، وهكذا. وهنا برضو محمد لاف، هكذا. ماشي. احنا عايزين ندخل اسم ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن كذا حرف جنب بعض. طب احنا لو عايزين ندخل حرف اصلا بنستخدم طيب اسمها الكاركتر، اللي هي التشار. دي لو عايز ادخل كاركتر واحد بس. طب انا دلوقتي عايز ادخل اكتر من كاركتر، عايز ادخل نص كامل، عشان هيبقى عندنا ده طيب اسمها ايه؟ string. دي بتدخل لي نصوص يعني. تمام. هسميه وليكن الفاريبل بتاعي نيم، وهبدأ ادخله كده. كريت فاريبل من نوع نيم، من نوع قصدي string، ودخله. محتاجة اطبعه واطبع بعدها الجملة اللي هو مديها. طب انا لو عايزة اطبع حاجة بالظبط زي ما هو قايل لي، بحطها بين دبل كوتيشن، واخد الجملة دي واقوم حطها هناك على طول. بالظبط كده. بس كده طبعت له النيم وطبعت له الجملة اللي هو عايزها. لو جينا رنينا دخلت مثلا النيم بتاعي وليكن بابا، طبع لي الجملة اللي انا عايزاها بالظبط. هل دي شبه اللي هو عايزاه؟ اه شبه. شبهها ازاي؟ جربي، حطيها كده شوف كده. جربي. اجرب ايه؟ طب انت شايف ان هي الجملة دي لو حطيها في دي سبيس، تحت دي في هيبقى شبهها سبيس. بالظبط؟ بالظبط. احنا لازم نخلي بالنا من السبيس اللي هو بيبقى عاملها علينا. لو احنا مش ما خدناش بالنا الكود هيضرب معايا، مع ان طلع نفس الاوت بتاعي، بس انا ناسي سبيس هنا بين الاسم وبين كلمة لاف، فبالتالي الكود هيضرب معايا ومش هينفع.
فلازم نطلع فوق هنا نحط سبيس عشان تطلع بالظبط زي ما هو عايز. لو بدأنا حطينا هنا روبة تاني كده الجملة طالعة بالظبط زي ما هو عايز، فبالتالي هاخد الكود كوبي وهروح اصمته على طول. تمام. في الظرف ده لما بتك عليه بيدخلني على طول على الصمت من غير ما اختار اسم المسألة. عايزين نشوف الرن بتاعنا هيجيب معانا ايه دلوقتي. نمسح ده دلوقتي عشان او جاب اكسب. طب في اي سيبهم سؤال عايز تاني، تسأله؟ رجعهم تاني كده. دلوقتي لو انا جيت حطيت النيم دي بين مثلا دبل كوتيشن، ايه اللي ممكن يحصل؟ لو حطينا دي بين دبل كوتيشن كده هيطبع لي كلمة نيم بالظبط، مش هيطبع لي مش هياخدها كأنها فاريبل، لا هو طبع يعني انا لو دخلت اسمي اهو هو ملوش دعوة، هو يطبع لك اللي انت عامله اللي هو بين دبل كوتيشن بالظبط، طبع لك كلمة نيم وطبع لها مش طبعها كأنها فاريبل. طبعا كان سترينج عادي، نص عادي. بالظبط. ماشي. لو حطيتها بقى بين سنجل كوت، لو حطيتها بين سنجل كود، اول حاجة السنجل كود دي بنحطها لما يبقى عندنا كاركتر واحد بس، هنا عندك اصلا كلمة، فدي اول حاجة غلط. لو جينا عملنا كده الكود هيرن معانا زي الفل، بس بص الاول بتطلع معانا ازاي. طلع ارقام كتير طبعا كده ملهاش لازمه. بالظبط، طبعا لك ضرب فاليو مش ما لهاش علاقه اصلا ولا بالفاريبل ولا كانت طبعها كانها سترينج. عباره عن ايه يعني الكلام تمام. ده؟ ايه عباره عن ايه الكلام ده؟ اللي هي الارقام دي، اه. دي عباره عن جاربج فاليو. الكومبايلر بيبدا انت هو عايز ينفذ اللي انت كاتبه له، فبيروح عند الميموري يحاول ان هو يجيب لك اي حاجه تعوض النقص، يعني هو مش عارف هيطبع لك ايه، فراح جاب لك اي قيمه في الميموري حطها لك. تمام. 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 في حاجه تانية؟ لا تمام. تعالى نشوف مسألة تانية. نمسح الكل ده. ابدأ اقرأ كده. Sum them 2. ماشي. This is hard version of sum them 1. Shady need you to think again. So in this problem he will give you two number A and B. Your task print A زائد B. input two number A و B. ماشي. و output only single number. طب ما الكود ده عبيط يعني، ان هو اتفضل ياخد رقمين ويجمعهم. ماشي. انتجر، ماشي. عشان هو قال لي ان هما عددين صحاح فهنخزنهم بانتجر A وال B. A و B. تمام. CN ال A وال B. CN ال A وال B. هتشيلي كده هندسة ال A وال B كده اللي ما بينهم ونحط فاصلة كوما كده. كده يبقى الشغل عالي. بعد كده نقول سي اوت A زائد لا B. احلى صح. شكلها احلى بكتير. A زائد B. تمام. بس كده زي الفل اوي كده. زي الفل. هنبدأ ندخل الكود زي ما رن هو كمان اهو، يعني كمان الكود تمام، ما عندوش مشكلة. 5 و10. طبعا لك ايه بقى؟ طبعا اي حاجة. طبعا اي حاجة، ده معناه ايه؟ ان الكود بتاعك اي حاجة. طب ليه؟ ما انا حل اول كاتب غلط صح. اول غلط عندنا الكومة اللي انت حطيتها دي. انت شفت قبل كده حد مدخل داتا طيب وحاطط ما بينهم كومة؟ ما ينفعش. انت كده دخلت القيمة اللي هي يعني دخل ايه ولا معرفش اصلا هو طبع لك الرقم ده معرفش بناء على ايه، دي برضه عبارة عن جاربج فاليو. هنا لما دخلك مثلا ايه هيجي عند البي اصلا هو ما شافهاش، هو مش عمره ما هيدخل الفاريبل يعني عمره ما هيدخل القيمة في فاريبل بي علشان هو ما خدش الامر بده. لازم اعمل العلامتين دول علشان يفهم ان انا عندي فاريبل اللي هو اسمه بي ودخل لي فيه قيمة.
لو ما عملتش العلامتين دول هنا كده اصلا مش هيشوف البي، هيدخل الاي ومش هيشوف حاجه بعدها تاني. الكولون ديت مش اللي هي الكومه دي مش هتبين اي حاجه تاني خالص. تمام، مفيش مشكلة. حطي الاتنين زي ما كانوا عادي، رجعيها زي ما كانت خلاص، تمام. حطي العلامتين. هما دي دول اللي حاجه. مزعلينك يعني؟ مفيش مشكلة، رني كده كله ماشي. يبقى صح. بالظبط لما نيجي نرن المفروض يتباع 5 ويتباع 10. طبعا لك كام؟ 15. 15. الحمد لله. نجرب 100 و100. لا خلينا ننزل و100 كده طبعا 200. كام؟ 200 كده تمام، تمام قوي يعني. نبتدي نحطه نرنه. انت مش كان مصدقنا ستيكر. هندسة؟ عيب والله عيب. انا اقدر اكتبها. يعني كود فورسز يراجع ورايا؟ لا ايه. اه كل دي راجع ورا الكل. عاوز نضرب معاك رونج انسر. مش هينفع كده، ليه رونج؟ تعالى نشوف ليه رونج. لو جينا تكينا هنا يا رب يظهر. المفروض بص التست التالت اهو. عندنا كام صفر؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 10 أس 12. ماشي. ماليش ده أصلا. أنا وقفت عند 10 أس 12 ماليش دعوة بالرقم ده. لما أجي أضرب 10 أس 12 أصلا مم. مع رقم كمان، هل يا ترى 10 أس 12 دي هتقدر تتخزن أصلا في الإنت؟ لا. لا. أمال إزاي إحنا عاملين ده طيب بتاعتنا إنت؟ هو مديك اصلا في المساله لو دخلنا شفناها عشان انت مركزتش طبعا وقرات وخلاص. مديك الرينج بتاعك من 0 لحد 10 اس 15. مم. يعني اصلا هو قايل لك ان انت تستخدم اللونج لونج علشان انت عندك الرقم ذات نفسه 10 اس 15. و10 اس 15 عمرها ما هتدخل في انت. لازم لونج لونج على الأقل. بالظبط. فالمفروض نغير ده طيب بتاعتنا مفيش تبقى مشكلة. لونج لونج بالمنظر ده. لو جينا رنينا تاني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 مثلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اه طبعا عادي. تمام. ماشي. لو جينا خدنا الكود كوبي وحطيناه دلوقتي على كود فورسز المفروض ان هو هيجيب اكسس. المفروض. المفروض ديت كانت هنا. نعمل سبميت. جاب اكسس. الله عليا والله، عايز عارف من غيري كنت عملت ايه. عايز تسأل على اي حاجة تانية في الكود؟ لا، حاجة بسيطة بس، ان انا ممكن اعمل انتجر زد واخزن فيه قيمة الاي زائد البي. كده اه، واخزن فيه ايه بقى اي زائد البي. ونطلع الزد صح؟ اه، ونطلع الزد. طب بالله عليك. ناقص علامة بالله ورك اوت. بالله عليك انت معاك قيمتين لونج لونج. ماشي. جمعت اللونج لونج مع لونج لونج. هل ضربته. الناتج انت متخيل؟ احنا بنجمع. هل ماشي. الناتج انت متخيل ان هو هيتخزن في الانت؟ يعني انت اصلا معاك رقمين كبار وجمعتهم مع بعض هترجع تخزنهم في حاجه اقل منهم؟ لا. ما مش هينفع. ينفعش. اه. فممكن نخلي دي لونج لونج. ماشي. يعني انت دلوقتي جمعت. خلينا نرمز دي لونج لونج كده. جمعت لونج لونج مع لونج لونج المفروض الناتج هيطلع معاك لونج لونج. وكذلك لو جمعت انتجر مع انتجر الناتج هيطلع معاك انتجر. تمام. تمام. ما ينفعش اجمع 2 لونج لونج واقوم مخزناهم في انت. وما ينفعش اجمع 2 انت لو هما مثلا ينفع لو هما يعني مثلا لو رقمين لو انت عندك 10 بس كام اللي هو كانت اللي احنا كنا لسه عاملينها يعني عملنا انت ايه وانت ايه وجمعناهم مع بعض وحطيناهم في لونج لونج برضو ما ينفعش. يعني لو في ايوه، المسألة ديت عملنا كده. عشان في السؤال كان اصلا هو الناتج اللي هو مدخله اكبر من الانت، فمش هيتشال في الانت. بالظبط كده.
فدي اصلا ممكن نستغنى عن السطر دوت، علشان احنا بنحاول نقلل عدد السطور بتاع الكود بتاعنا عشان يبقى الكود بتاعنا شكله نضيف وحلو. يعني عشان انا لما لو الكود لو ما يكبر. شلتش لو ما شلتش لو ما شلتش السطر ده، هو كده بيبقى عارف ان انا مخزن في لونج لونج. ما انا قلت له ساوي الاي اه، والبي، هو ايش عرفه ان الاي والبي دول يتخزنوا في لونج لونج؟ عشان انت لما بتجمع رقمين من نفس الداتا تايب بيتخزنوا الديفولت بتاعهم في نفس الداتا تايب بتاعهم. لما بيروح عند الميموري كده بيلاقي عندك ان انت جامع رقم لونج لونج مع رقم لونج لونج، فيقوم يخزن له مكان في الميموري الداتا تايب بتاعته لونج لونج من قبل انت ما تخزنه اصلا في فاريبل بتاعك انت. تمام. ماشي، فهو بيبقى واخد الرقمين وجمعهم وحطهم اصلا مكان في الميموري من قبل ما انت تخزنه اصلا. يبقى تمام. الديفولت ده الديفولت بتاعهم انت مع انت او لونج لونج مع لونج لونج. تمام. تمام. اوكي، نشوف مسألة تانية. مسألة go to overflow. أنا أقرأها وأنت هتحل معايا برضه. ماشي؟ مفيش مشكلة. أحمد هاني need you to be care. عايزك تبقى حريص، يا رب تبقى حريص. عشان كده هو اداك رقمين سماهم A و B. التاسك بتاعك إن أنت هتجمع، إن أنت هتضرب A في ال B. ماشي؟ اداك رقمين، الانبوت بتاعك هو A و B. الرينج بتاعنا من 0 لحد 10 أس 9. واحد إيه 9 دي معناها 10 أس 9. الأوت بتاعك هتتبع الناتج. في طب حاجة ده، أبسط من كده؟ لا ده عبيط يعني. هناخد رقمين ونضربهم مع بعض. انتجر ال A وال يلا B، سي ان ال A وال B، سي اوت ال A زائد ال B، ويجوا يقولوا البرمجة بالراحة صعبة. عليا، بالراحة عليا، بالراحة عليا. سي ان ايه؟ A عايز وال تحط B. كوما ولا لا لا، العلامتين بتوع السي ان. ايه ولا سي اوت A زائد B، او A في ال B. هتساوي ايه؟ A في ال B، بس كده. ايه في فين بقى انتوا مكبرين الموضوع بقى بتوع كود فورسز، انتوا تقعدوا تقولوا صعبة ومش عارف ايه وبتاع. حقك عليا. 100 وعندك 100 المفروض يطلع لك 10,000 اهو. لا 100,000. عندنا 10 و20 10 و20 يطبع لنا 200. عاش قوي. تعالى نخش نصمته. برضه بتراجع ورايا. معلش والله غصب عني، عشان بس المصداقية. هنشوف هيجيب معانا ايه دلوقتي. ان شاء الله يضرب معاك. الحمد طب ليه لله. كده؟ ليه كده؟ رونج تيست 3. طب لو جينا نرجع خلي للمسألة. بالكم. لا نرجع للمسألة تاني. لو جه حاضر. المسألة خلي بالكم انتوا لما تيجوا تشوفوا عندكم الرونجات ديت مش ممكن ما تظهرش، علشان هو هنا مديك اصلا تستين بس. يعني عندنا تست واحد تست اتنين، التست التالت ده اصلا مش موجود ومش هيظهر لكم لما تيجي تحلوا اي شيت بعد كده. هي بس المرة دي عشان الشيت معايا من زمان قوي فهو مفتوح بالنسبة لي، بالنسبة لكم مش هيبقى مفتوح. يعني لما يضرب معاك ايرور مش هيظهر معاك بالبساطة دي. فاهم قصدي؟ تمام. هو القصة انت عنده هتخش في ايه يعني؟ القصة عنده ان هو مديني رقمين A و B، فانا خزنت ال A في انتجر لان لغاية 10 أس 9 انتجر، والبي خزنته في ماشي انتجر، فهو ليه اداني رونج لحد يعني؟ دلوقتي معاك تمام. انت لما تيجي لو احنا دلوقتي بنختار الأسوأ، عن الأسوأ سيناريو عندنا. ماشي، ماشي. الورست كيس بتاعتنا كام؟ ان هو يدخل لي رقمين 10 اس 9 و10 اس 9. حلو. ماشي. لما تضربهم في بعض هيدوك كام؟ 10 أس 18. هل 10 اس 18 دي هتتخزن في انت؟ لا. لا. يبقى لازم ابقى عامله عندي فاريبل عندي لونج لونج عشان اخزن فيه ال 10 اس 18. اه حلو. تمام. يبقى هي هتيجي الفكرة تقول لي عندنا ايوه ان احنا نعمله لونج لونج، صح كده؟ variable نعمل لونج 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 زد مثلا. اه ايه، ونيجي تحت نطبع الزد. انت هتقولي كده طبعا صح، اه. وانا هقول لك غلط. ليه غلط بقى؟ ليه غلط؟ انتجر يعني الايه متشاله في انتجر عادي لغايه 10 اس 9، والبي متشاله في انتجر عادي لغايه 10 اس 9، فالاتنين ماشي ضربهم 10 اس 18 يتخزنوا في لونج لونج. ايه الغلط في الكلام يعني؟ حلو. مش فاهم. ايه الغلط في كلامك؟ ان انا لسه قايله لما اجي اضرب او اجمع رقمين من نوع انت
الديفولت بتاعي بيتخزن في نفس النوع الداتا طيب. يعني لما اضرب انت في انت، الناتج بتاعي هيروح يتخزن في انت من قبل ما انا بايدي اخزنه. تمام. فاهم قصدي؟ فاهم. يعني لما اجي مثلا اخزن لونج لونج في لونج مع لونج لونج، لما اجي اضرب الرقمين دول هيروحوا يتخزنوا في داتا طيب نوعها لونج لونج من قبل ما انا اصلا اكريت فاريبل واقول له خزني دوت في لونج لونج. يعني هو وكذلك بالنسبة في له الانت. بالنسبة له الزد دي متخزنة في انتجر كده من غير أي حاجة، هو بالنسبة له حتى لو قلت لا له إن هي لا لونج لونج. لا، الزد ديت نوعها لونج لونج فعلا، بس ماشي. القيمة اللي رايحة للزد هيبقى أصلا حصل لها اوفر فلو من قبل ما تروح للزد، عشان الاف بي انت في انت لما خزن 10 اس 9 في 10 اس 9 هتروح يتخزن في في النوع الداتا تايب اسمها انت، فيحصل عندي اوفر فلو، فيجي لي جاربج فاليو هيتحط في زد، مش هيتحط القيمة الصح. أيوه أيوه. تمام. تمام. اقولها تاني. لا تمام، احنا كده تمام. احنا لو انا خزنت انتجر في انتجر، فهو الديفولت اللي بيتخزن فيه ضربهم او العمليه بتاعتهم بيتخزنوا في انتجر. من تمام. قبل ما انا اخزنها بايدي. من قبل ما انا اقول اي حاجه. ولو لونج لونج في لونج بالظبط. لونج بيخزن لونج لونج من قبل برضو ما انا اقول له اي حاجه. ايوه. طب ده عشان معناه ده اصلا الدليل على ده ايه؟ الدليل على ده ان انا لو شلت ده وجيت هنا، مش انا اقدر اقول هنا اف بي. اه كده بالنسبه له هما هل في انا انتجر. هل انا خزنت اف بي ده فاريبل؟ لا. لا. يبقى على عمليه الضرب دي اصلا حصلت ايه؟ حصلت في مكان في الميموري، خدت نفس الداتا تايب بتاعه الاند من قبل ما انا اخزنها اصلا في فاريبل، انا فعلا ما خزنتهاش في فاريبل اصلا. تمام. ماشي. فهمت. فالصح بتاعنا ان احنا نشيل ده ونحط هنا لونج لونج. يبقى انا كده ضربت لونج لونج في لونج لونج، يبقى لما اضربهم مع بعض الناتج بتاعي هيروح يتخزن في لونج لونج. طب لو خليتها انت، الانت صح بالنسبه للاي والبي، طب الناتج بتاع ضربهم مش هينفع يتخزن في انت، فبالتالي هغير الداتا تايب بتاعت الاي والبي. فهمت. تمام. تمام. اه تمام. كانت ضربه معانا رونج انسر 3 صح؟ اه هو لونج انسر 3 ده بتاع بتاع اللونج لونج اه. ان ولا انا مش ما شرط؟ عملتش لونج لونج. قصدي يعني ايه؟ قصدي يعني لونج انسر 3 ده مشهور بتاع اللونج لونج ولا مش شرط عادي؟ لا لا لا، ده مش شرط، ده هي جت صدفة كده. ممكن مثلا في كود عندنا بيوصل لرونج انسر 105، رونج انسر 5 وهكذا عادي. تمام. احنا بنحاول ان احنا لما بيحصل معانا رونج بنخش على الكود، بنمشي سطر سطر، بنحاول نقرأ المسألة تاني لو احنا ما فهمناش كويس، بنشيك على الرينج وهكذا. فعشان كده بقول لكم لما بنيجي نتك على الارقام ديت مش بيظهر معانا الرونج على طول زي ما بيظهر دلوقتي. تمام. آه. الموديلس، دي مسألة الموديلس. ايه هي الموديلس؟ الموديلس دوت اللي هو باقي القسمة. لما اجي اقسم رقمين على بعض عندنا حاجة اسمها باقي القسمة كده على جنب. يعني مثلا لو 6 على 3 فيها الاتنين فباقي القسمة عندنا 0. طب 6 على 4، 6 على 4 باقي القسمة بتاعتها 2 وهكذا. دي سهلة جدا، هي علامة بسيطة قوي بنستخدمها. لو جينا قررنا المسألة بيقول لي إن هي الموديلس دوت is very important arithmetic operator in C++. عشان كده شريف هيدينا فكرة إن نفكر فيها. هي المشكلة إن هو هيديني تو انتجر A و B. التاسك بتاعي إن أنا هجيب له ال A موديل B. تمام. الانبوت بتاعي رقمين A و B، الرينج بتاعي من 0 لحد 10 أس 5. الاوتبوت بتاعي اللي هو سنجل انتجر، السنجل نمبر اللي هو الناتج بتاعي. تمام. مم. لو جينا دخلنا هنا الرينج بتاعي قلنا كام؟ من 0 لحد 10 أس 5، ومعنديش ضرب، فبالتالي الانتجر بتاعي هينفع عادي انت A و B سي ان ال A و سي ان ال B. حلو. هسي اوت ايه؟ ايه مودولس البي. بالظبط ايه مضروب في B. لو جينا عملنا رن مثلا 6 و3 المفروض دي 0 مظبوط. طب انا دلوقتي لو عايز احل اي مسألة مودولس على طول كده من غير ما اقعد بقى افكر باقي الاسم كام ومش عارف ايه وبتاع، انا ساقط رياضة فعايز اخلص الموضوع يعني.
حاضر هخلص بس. 5 و10 طلع لي 5. طب 8 و2 هيطلع لي 0 عشان نبقى متأكدين من معظم التستات. هو عمل كام؟ 8 و4 0. انت عايز ايه بقى؟ انا مش عايز عايز دلوقتي تحل اقعد المعادلة؟ احسب، مش عايز اقعد احسبها كتير، انا عايز حاجة كده تبسط لي الموضوع. ماشي. لما تيجي تقسم رقم صغير، لما تيجي قصدي رقم صغير موديلس رقم كبير، الناتج بتاعي بيكون على طول الرقم الصغير. ماشي. يعني لو جيت عملت مثلا 5 موديل 6، الناتج بتاعي 5. 5 موديل 6، الناتج بتاعي يكون 6. ثانية واحدة. يكون 5 بقى. امال ايه عاملة 6 ليه؟ دي 5 بالظبط كده. لو عايز تتأكد برضو، ولا انت ولا انا هنحسب، الكمبيوتر هو اللي هيحسب. لو عملنا 5 و6، الناتج بتاعي كام؟ 5. 5. طب لو عندي رقم كبير موديلس رقم صغير، دي هتبقى موالها كبير شوية. ممكن هنقعد نطرح الرقم الكبير، هنقعد نطرح الرقم الصغير دوت من الرقم الكبير لحد ما نوصل لرقم مش هنعرف نطرح منه. يعني مثلا عندنا 6 موديلس ال4، لما اجي اطرح ال4 من ال6 هيبقى عندنا 2. هل هقدر اطرح ال4 من الاتنين تاني؟ لا. بالظبط، فهطبع الاتنين على طول وهكذا. تمام تمام. كده. فهمت اللي انت عايزه ولا عايز تعمل حاجة تاني؟ لو عايز بقى، لو جت بقى في دماغي ان انا رقمين زي بعض، يعني 6 موديلس 6 مثلا. ماشي. 6 عايز تفهم كام؟ 1. في باقي اسمه، لا. بالتالي هيبقى 0. تمام. حاجة تاني؟ اه معلش اسئلتي كتيرة، بس انا عشان اجمع براحتك براحتك. الدنيا. سي ان البي بعد كده الاي، يعني بدل الاي بعد كده البي، البي بعد كده الاي عادي. ماشي. عايز هنا، عايز ايه؟ بيكتب عربي. ثانية. عايز، لا، عايز بي، وبعدين هنا هتطبق الايه زي كده. ايوه بالظبط كده، وادخل نفس الارقام عادي، 5 و10. ماشي. عايز تدخل 5 وعايز 10، طبع لك كام؟ 0. ازاي بقى يعني؟ هو في المسألة كان كام في المفروض المسألة؟ يطبع لك 5. اه. انت هنا دلوقتي عرفت ايه وعرفت بي لحد هنا زي الفل، وبعدين قلت له دخل لي البي الاول. البي هنا هتبقى كام؟ 10. ثانية عشان انت مدخلها كام؟ 5. انت مدخل البي 5. ده ازاي؟ ان انت اول رقم دخلته كان 5 اهو، فبالتالي هيخزن ال5 دي في البي. حلو. ماشي. حلو. والايه هتبقى بالنسبه لي، هو في ايه اللي بيحصل؟ ثانيه واحده. احنا هنا 5. الايه انت دلوقتي بالنسبه لي دخلتها كام؟ 10. ماشي. ماشي، فتبقى 10. حلو. فانت عملت سي اوت الايه موديل بي. الايه بكام؟ احنا لسه قايلين الايه احنا قلنا ان هي ب10. حلو. فلما اعمل 10 موديل 5 كام؟ 10 من 5 0. بالظبط. لو عايز تعملها نفس المسألة وتبقى صح وعايز تدخل البي الأول، فممكن أعمل هنا البي وهعمل هنا الإيه كده. لا، تمام. زي ما كانت بقى عشان ما نتلخبطش، نرجع كده، يعني ماشي. نرجع زي ما كنا كده. بالنسبة لي هو أول رقم أنا بدخله هو بالنسبة له البي، وتاني رقم أنا اه بدخله هو بالنسبة له الإيه. فأنا لما أجي أقول له تاني بالظبط. رقم مودولس أول رقم، فهو بيقول مثلا 10 مودولس 5. بيعكس القيمة. لو بس كانت كده. 5 موديل 5 و10، أنت بتقول هو بيعملها 10 موديل 5. بس كده تمام. نعمل ماشي. سبميت بقى نرجع بقى. للكود ده، ولا عملنا له؟ ده هيبقى غلط، احنا عايزين A و نغيره B. لسه. عملنا بيه، ناخد الكود كوبي. معرفش اللاب هنج ولا ايه.
ديت كانت جيت المود. ممكن تشيل الشاحن لو حسيتي اللاب مهنج يعني. مش ثانية واحدة. كده بترن اهي، ان شاء الله هتبقى اكسبتد دلوقتي. جاب اكسبت زي الفل. تمام. اقرأ. بيقول لي هيديني رقمين A و B، كل اللي هو عايزه A زائد B و A ناقص B و A ملتبلاي ال B و A على B و A مودولس ال B. تمام، كلام عبيط يعني. اقعد استفهم كل الكلام كده لحد ما بتغلط فيه. اما نشوف. قول. ايوه، بتتريق عليا عشان مبتدئ يعني كده. الناس اللي بتتفرج خلاص كده بقى، انت بتقول لهم ما لا، يتفرجوش عشان لان انت مبتدئين. بتتفزلك وانت بتغلط. مفيش محدش مشكله، بيعلى عن النجاة. انا مش هغلط، انا عارف نفسي. هنعملها لونج طب لونج قول. عشان لو مثلا في ضرب ولا حاجه فتتخزن في لونج لونج. هو اول حاجه حلو. اتعلمنا. A و B. A و B. ماشي. طيب بعد كده سي سي ان ان ال A وال وال B. A وال B. تمام زي حلو. الفل. ايه تاني؟ طب عايزين اول حاجه سي اوت. سي اوت. ماشي، احنا عايزين اول رقم بلس تاني رقم. ركز في الفورمات بتاعة الأوت. ركز ماشي، في الفورمات بتاعة الأوت. مفيش مشكله. ممكن نقول له نعمل دبل كوتيشن، دبل كوتيشن. بعد كده نكتب فيها 10 نكتب 10. بس يلا ونعمل ونعمل أكتر. العلامتين بتوع السي اوت ماشي. ونعمل بلس ماشي. ونعمل 6. يعني نعمل علامتين السي اوت 6. بعد كده 6 بعد كده ايكوال بين دبل كوتيشن 16. ولا لوحدها؟ ايه، لا نحطها بين دبل كوتيشن برضه. حسبي الله ونعم الوكيل. وبعدين. نكتب 16 بقى بين دبل كوتيشن والدنيا هتبقى تمام. وعشان ما نغلطش كتير ممكن نعمل سبيس بقى عشان القصة الحزينة دي. هتحط سبيس فين طيب؟ بعد ال10. هنا. لا بعديها جوه في انت مش لا، شايفة. ناقص. وعند البلس نعمل دبل كوتيشن. عند البلاس دبل كوتيشن. ماشي، وايه تاني؟ قبل ال6 نعمل سبيس. وما عملناش يساوي، نسينا يساوي. اخصى عليا. مش عارف ازاي ما هنعملش يساوي يعني. بس معلش قبل حق اللي عليا. يساوي فيه سبيس وبعدها فيه سبيس. ما شاء الله عليك. كم. نرن بقى كده الدنيا هتبقى تمام. حسبي الله ونعم الوكيل. هيطلع الشكل بالظبط. ايه ده؟ بالظبط. جاب اصلا الكود ذات نفسه مرنش، السنتكس ذات نفسه غلط. دي اول طيب حاجه بعيدا عن اللوجيك. بعيدا هو عن اللوجيك الذكاء. صلى على ها. النبي، صلى على عايز. النبي. على انا اللي الصوت كاتب والسلام. ولا انتي؟ مش انت اللي بتقول انا بكتب ورا ما انت لا بتقول؟ انا ما قلتش الايه انا كابتن، انا ما قلتش الايه كابتن. هو انت ما عندكش عين بتشوف؟ اما ما انت اللي كاتبه، انت اللي غلطتي. انت مش عشان مش اسرتي. مركز. مهم. دي بس الغلطه خلاص. يعني. كده تمام. نرن بقى الكود الدنيا هتبقى تمام. عايز يدخل رقم ايه؟ عايز تدخل ايه؟ 10 و6 زي ما هو قايل لي. 10 و6. طبع لك ايه؟ 10 زائد 6 16. انا كده لو كملت انا كده الدنيا تمام. كده الدنيا تمام. حلو. انا عايز اجرب التست التاني، انا حر. راح. عايز ادخل 3 و3. طبع لي ايه؟ 10 و6 16. فين بقى ال6 و3 و3 ما 6؟ هو بيقول لك اللي انا قايله له. هم؟ بيقول لك اللي انا قايله له، انا قايل له 10 و6 16. ماشي، انا عايزه اجرب تيست تاني. عايزه 3 و3، عايزه 1 و1، عايزه 1 و4. انا حرة. انت دلوقتي عملت لي 10 و6. هو كل الناس اللي هتدخلك 10 و6؟ لا
امال احنا مدخلين الرقمين نعمل بيهم ايه؟ مش عارف. طب اسكت، متكلمش تاني بقى. طب سيبيها زي ما هي، رجعها تاني ونعدي. لا انا عايزه كده. اول حاجه احنا عشان اعرف محتاجين، هو غلط مدخلنا انا، عشان اعرف غلطي وما اتلخبطش. حاضر، ماشي. خليه هنا، نعمله هاش وننزل تحت. اول حاجه هو مدخل الرقمين. الرقمين دول انا هستخدمهم اصلا في ان انا هجمعهم وهطرحهم وهضربهم وهقسمهم واجيب المودلس بتاعهم، مش ان انا مدخلاهم زينه اصلا. ماشي. طب هعمل ده كده الكلام ازاي؟ اول حاجه هو نشوف الفورمات بتاعي. الفورمات بتاعي هو طبع لي الرقم الاول اللي هو 10، فبالتالي هقول له سي اوت الايه. حلو. بعدين طبع لي ازاي، وخلي بالنا فيه هنا سبيس وبعد قبلها سبيس وبعدها سبيس. هقوم عامله هنا دبل كوتيشن واحط سبيس وبلس وسبيس. تمام. وبعدين طبع لي الرقم التاني اللي هو 6، فبالتالي هطبع الستة اللي هي بي. زي الفل. وبعدين طبع لي علامة الايكويشن بس قبلها سبيس وبعدها سبيس اهو، سبيس ايكوال سبيس. اخر حاجة طبع لي الناتج اللي هو 16، فبالتالي هعمل A بلس البي. كده انا زي الفل عملت اول تيست. لو زي ما جينا انا قايل نجربه. بالظبط، زي ما انا قايل بالظبط. طب ماشي، 10 و6 كده جمعنا 10 و6 16. هوريك بقى اللي شبه بتاعك. ايوه. 3 لو قلت له 3 و3 هيطلع زي 3 ما انا قلت له. 3 و3 6. لو جينا نطلع بالاول بتفوق شوية، انت كنت مطلع كام؟ 3 و3 كان طابع لك 10 و6 16. ده اصلا لوجيك، ده منطق. مش منطق والله. مش منطق يبقى كلامك كله مش منطق، يبقى نسكت خالص. ما ماشي. ينفعش على يبقى ده فكرة. كده. انا على فكرة ما يبقى غلطتش، كده بس اول. عادي. حتى لو قلتي الفي اس كود اللي بتاع ده الكود فورسز هيقول لك ان انا ما بغلطش. صح. يبقى السطر ده بتاعنا كده هنعمل له ديليت خالص ماشي. عشان ننام. كده خديهم بقى. عملت اول. كوبي كوبي كله كوبي، ونحط بقى الحاجات بتاعتنا. من غيرك مش عارفه اعمل اي حاجه الصراحه. بسأل عليك ماشي. والله. عملنا كده طلعنا. ثانيه. كنترول دي كنترول دي. عندنا كام واحده بس كفاية كده. كده؟ ناقص، وفي هنا ضرب اسمع. واسمه وموديلس ونشيل ده. وهنا كذلك برضو في عندنا موديلس واسمه، وهنا ضرب وفوق طرح. هل كده صح؟ اه كده تمام. طب نجرب. نجرب. انا عن نفسي بقول مش تمام، انت قلت تمام وانا قلت ما فيش مش تمام، عشان نبقى عارفين من الاول كده. 10 و6 اهو. طبعا لك ايه بقى؟ 10 و6 16. حلو قوي. حلو. بعدين 10 ناقص 6 4. حلو. و10 و6 60. ب60. و10 على و10 على 6 6 المفروض بواحد. كام؟ ولا المفروض بواحد. بواحد. بعدين ال10 مضرب 6 بتساوي 4. هل الشكل ده بالمنظر كده شبه ده؟ مش مهم الشكل، يعني مش مهم الشكل، عادي هو كده كده. طب ماشي، مش مهم الشكل. انت دلوقتي عملت دوت برنامج وحطيته آلة حاسبة مثلا في في أي موقع، وحد جه مثلا ضرب العمليات دي كلها. كل واحد بقى هيبقى هيقعد لسه يقعد يفصل الأرقام عن بعضها. يعني أنا هقعد أمسك كده أقول ال 16 ديت بتاعت الناتج اللي قبلي. طب مثلا حد مش عارف ناتج الاسم، هيقول مثلا 10 على 6 بتساوي 110. ده منطق؟ لا مش منطق. اقول لك على حاجة اسهل بكتير. أوه. احنا نعمل سبيس. يا نهار اسود. طب ماشي. احنا لو عملنا سبيس عايز تعمل كام واحد؟ حبة بقى. نعمل كده. هنعمل حب. ايوه. اعمل تاني. لا كفاية اوي كده. نعمل رن. لو دخلنا 10 و6 هل وداها شكل بعيد، الكود وداها ده بعيد. لا احنا عشان في ستور كتير، فاحنا كل مرة هنعمل سبيس. احنا ممكن نشيل شوية من السبيس
فيجي السطر السبيس تحتيه. انت اسمعني بس، انت السبيس مهما عملته مهما كترت او قليت علشان تطلع نفس الشكل ده عمرها ما هتظبط معاك، حتى هتظبط. لو ظبطت معاك. صلي على اصبر النبي. بس، اصبر بس اسمعني. حتى لو ظبطت على الفيجوال عمرها ما هتظبط على اي كومبايلر تاني، عشان كل كومبايلر مش شبه بعض. الكومبايلر بتاع فيجوال مش زي كود بلوكس، مش زي اصلا كود فورسز، وهكذا. طب نجرب، مش هنخسر حاجة. نشيل شوية سبيس الدنيا هتظبط. هتشيل شويه سبيس مش كل ده، اهو. حبة صغيرين بس كده. جربي كده. ماشي. بعد الكلام اللي قلته ده كله مش مقتنع برضه، وفي الاخر هي 10 و6. 10 و6 16. تمام. بعد كده 10 - 6 نشيل شوية اللي هم ورا ال10 - 6، الدنيا هتظبط انا اهم. هتحط فيها نفس. خديهم كوبي كوبي. لا ماشي بصي. ماشي، اهو هاخدها كوبي اهو. لا مش كده، قصدي شايفة في التيرمينال تحت المسافة اللي قبل ال10 و6. اه. دي ناخدها كده ونروح ما انا ننقصها من لسه فوق. قايله لك الكومبايلر بتاعك مش زي اي كومبايلر تاني. انت الحل اللي انت المفروض تعمله ان انت يكون الكود شغال على الكومبايلر بتاعك، يكون شغال على بتاع صاحبك بيكون شغال على كود فورسز. لازم الكود يكون شغال على كل المواقع. انا مش هتعمل موقع مثلا معين تقول لك هشغله على اللاب بتاعي بس. هيشتغل او على كود استفدت من فورسز، ايه؟ انت مش مصدقاني؟ هيشتغل، جرب. والله ما هيشتغل. خلاص جربي، مش هنخسر حاجة. عايز تجرب ايه؟ نشيل شوية سبيس من اللي فوق كده، هيجي ال10 - 6 تحتها من أول سطر. عايز تعمل كده؟ لا يا هندسة، أول سطر هم؟ خالص، أول سطر خالص في الكود هنشيل شوية سبيس منه، فالسطر اللي تحتيه هيظبط. يعني يعني عايز ماليش. تشيل تمسح من هنا نشيل شوية بس كده، شيلي دول. بس شيل وامسح اللي تحت مساحة اللي تحت. كله ولا اول حته بس؟ عادي، خليهم زي بعض. ماشي بس كده. كده. اه. اخدها كوبي بقى احطها في الباقي صح؟ لا خلاص سيبيها، احنا هنجرب على 2 بس. مش لازم ماشي كله، هو لو ظبطت على 2 فهتظبط على الكل. ماشي، احنا قلنا ندخل 10 و6. 10 - 6 16. لا يبقى نزود سبيس شوية تاني عشان تظبط. يعني نزود هنقعد سبيس. نزود ونقلل، هنقعد نزود ونقلل للصبح. هتظبط. ما هي حتى لو ظبطت هنا والله ما هتظبط على حاجة بره ده. جربي عشرة بس. وستة اهي هنزود ظبطت. شوية سبيس. ظبطت. لا هنقلل شوية، هنقلل 2 مثلا سبيس، هما الحتة اللي في الأول دي. مهم. بس كده. حسبي الله ونعم الوكيل. والله العظيم أنا عالمي عالمي. أو البتاع باظ أصلا. كنترول سي، نجربها على أي حاجة تانية. مهم. 10 و6 أهو. ظبطت. أيوة تمام. فين؟ بص الواحد فين؟ طب لا زودي واحدة، كام سبيس؟ سبيس واحدة بس. مهم. رن كده. مش عايز يرن. ليه بقى كده؟ اعملي عشان ديباج مش anyway. منطقي اللي احنا. اعملي ديباج anyway وهيرن. بيرن. عايز تدخل 10 و6. بص أصلا احنا كنا مصغرين الشاشة دي حاجة، كان ظاهر ازاي هنا مظبوط اهو. اهو. صح؟ اه. لو جينا عملنا كده هل هو مظبوط؟ لا لا، وعمره ما خلاص. هيظبط. مستحيل ايوه. انه يظبط. يبقى نستسلم ونشوف الحل الصح. ايه طب الحل الصح في القصة دي؟ الحل الصح ان انا لو عايزة انزل سطر جديد المفروض اعمل حاجة اسمها end line بالمنظر ده، او حاجة اسمها باك سلاش ان. تمام. دي بتنزل نفس السطر بالظبط. بس ايه الفرق؟ في فرق ما بينهم في حاجه اسمها في البفر اللي هي بتبقى موجوده في الميموري،
دي هتسرشوا عنها وهعرفوا عنها أكتر وافهموا حوارها، عشان احنا لو قعدنا شرحناه هنقعد للصبح. فانتوا سرشوا عنها وافهموها. تمام. تمام. فنستخدم الاند لاين هنا، نحطها كل الأسطر اللي موجودة عندنا. ماشي. لو حطيتها في الآخر أو ما حطيتهاش ممكن تمشي وممكن ما تمشيش. يعني ممكن يكون كود فورس سامح إن أنا أحط سطر، أنزل سطر بعد آخر سطر بعد آخر حاجة، يعني اللي هي المودلس، وممكن لأ. فإيه الأحوط بالنسبة لي؟ إن أنا مش لازم أحطها، كده كده أنا مش محتاجها في حاجة. ولو عايز تحطها زي ما قلت ممكن تمشي وممكن ما تمشيش. فتعالوا نجرب بقى نتست ونشوف كود فورس هيقبل ولا مش هيقبل. هيقبل يعني، ازاي ما يقبلش؟ لا هيقبل، مش انا اللي حله، لازم يقبل. يا رب. الحمد لله جاب اكسبت. ولو كنا عملنا تمام. السبيس كان جاب اكسبتد. جربوا يا جماعة السبيس هتظبط معاكم. والله ما حد يجرب، يعني اصلا دي حاجه مش منطقيه، عمرها ما تيجي في مخ حد، ما اعرفش جت لا في لا، مخك ازاي. منطق. منطق. ماشي. نشوف معانا اخر سؤال، جدول الضرب. حلو ده. اعتقد دوت مفيهوش حاجه. ماشي سهل، لو انا هو هيديني دلوقتي، هيديني رقم فانا اجيب جدول اديني الرقم. رقم. مش مهم اه هجيب من كام لكام، من 1 لحد 10. يلا طيب. يلا نشتغل. عبيط ده كمان. انتجر. نمسح. طب انت... اسكت. اسكت. عندنا لو عملنا انتجار صدق هينفع، لو عملنا 1000 في 1000 فهيفت معانا. ماشي، قلت حاجة اهو صح اهو. انا قلت يا ان لهوي. ايه سي ان ال ايه. واتنين. ماشي. بعد يلا. كده سي اوت. ياوت. عايز تشوف واحد. الفورمات؟ واحد، لا لا، هي تمام. واحد. الفورمات اهو. ماشي واحد. واحد. ماشي، حطيها بين دبل كوتيشن. ماشي. واحد. ماشي، ونعمل سبيس ونحط اكس او مالتيبلاي عادي. ماشي. لا الملتوب العادي مش هينفع، ماشي. عشان هو بص احنا هنعمل عايزها كتير بالشكل ليه؟ ده. احنا هنعمل كتير ليه؟ حطيها في نفس بتاعت الواحد. ماشي. ما اكس. اكس. بعد كده سبيس. حلو. بعد كده نحط الايه. معاهم. لا بره، مينفعش كده. معاه. ايوه، بعد كده اللهم صل على النبي، نعمل علامتين السي اوت، علامتين ياوت. ونعمل ايكوال بين دبل كوتيشن، ونحط قبلها سبيس وبعدها سبيس. ايوه كده. ماشي. بعد وبعدين كده نعمل ايه ملتبلاي، نعمل نكتب 140 مثلا، ولا بلاش 140. نعمل ايه. هو اللي هيدخل، ما هي 140 ديت اللي هو هيدخلها لك، احنا مش ماشي بندخل نفس الرقم. خلاص، نعمل ايه يعني؟ نعمل المفروض ايه نضرب الايه بقى. في واحد. هم، واحد. بس كده. وبعدين ن... اسمه ايه ده، نعمل اند لاين، ماشي. وناخد بقى الكلام ده كوبي، دي نحطه 10 مرات. ثانية. في ايه؟ هم. كده كام؟ المفروض نغير بقى الواحد، دي تبقى 2 3 4 5 6 7 8 9. ناقصنا آخر مرة تبقى 10. وهكذا برضو هنغير هنا، دي تبقى 9 و8 و7 و6 و5 و4 3 2. كده فل. كده تمام. هم. كده تمام. تعالى نجرب. لو دخلنا 140 زي ما هو عايز، كده المفروض طبعا نفس الأول بالظبط.
عملنا ايه، دخلنا الانبوت بتاعنا اللي هو ايه، وبعدين حطينا واحد فيه نفس الفورمات بتاعنا. لو كنا عملنا واحد من غير دبل كوتيشن كان هينفع برضو. ماشي. وبعدين خرجنا الايه وعملنا عملية الضرب بتاعتها. لو جينا عملنا ده كنترول ايه كنترول سي، بعدين بيتم كده اكسب، كده زي الفل. زي الفل. عايز تسأل حاجة فيه؟ لا خلاص تمام. يعني احنا كده المسائل بتاعتنا خلصت. ديت تعتبر أول مرحلة في المسائل السهلة. لو عايزين تسألوا على أي حاجة الجروب مفتوح، اسألوا براحتكم. وحاولوا تحلوا المسائل ديت لوحدكم تاني، واتفرجوا على التوبيك قبل أصلا ما تجربوا تحلوا عشان تفهموا التوبيك ذات نفسه. وبس. انت عايز تقول حاجة اتفضل. عايزكم يا جماعة ما تسرشوش على شات ولا على جيميناي ولا على الكلام ده كله. اسألوا، مش تخسروا حاجة لما تسألوا. انت لما تسأل انت بالظبط بتعلي تفكيرك، بتعلي دماغك. فبلاش حضرتك تسرش على شات جي بي تي، بلاش تسرش على جيميناي. بلاش الحاجات دي هتحجمك ان انت خلاص بتخش والله يا شات جي بي تي اديني الإجابة. فخلص الموضوع، اداك الإجابة انت مش هتسعى انك تبص عليها. بس فهو ده اللي انا بتكلم فيه. بلاش سيرش كتير، بلاش كل الحاجات دي. كل الحاجات دي هتتعبكم انتوا، يعني انتوا اللي هتتعبوا فيما بعد. فاسأل، مش تخسر حاجة. اي حاجة كنا بنقولها لونج لونج، طب والله بين دبل كوتيشن ولا سنجل كوت. طب انا شفت احنا غلطنا في كام كود بسبب اللونج لونج. انا مش عايزك تغلط في الحاجات دي. ده توبيك داتا تايب مستوى مبتدئين. فالفكرة ان انت لما تغلط في الحاجات دي في المستوى المبتدئين، فخلاص انت المفروض تكتب بقى الحاجات دي. تكتب معاك كشكولك، معاك اي حاجة. انت بتكتب الحاجات اللي انت غلطت فيها عشان بعد كده ما تغلطش في حاجات هبلة زي دي. تمام. انا في الفيديو انا متقمص دور ان انا لسه ما اعرفش اي حاجة عن البرمجة، غير مثلا لسه سامع مثلا فيديو داتا تايب. فانا ما اعرفش حاجة وداخل اطبق، فدي غلطات هتقابلني. اوريدي دي غلطات هتقابلني. فانا مش عايز الغلطات دي تقابلني، فبعمل ايه؟ بخش والله بجرب مره واتنين وتلاته. فانا بنقل لك ان انا تجربتي الكامله، ان انا غلطت في واحد وغلطت في اتنين. معايا حد كويس في المجال ففهمني الدنيا. والله انت غلطت بكذا عشان بسبب كذا. فانا بدات اكتسب شويه حاجات حطيتها عندي وخلص الموضوع على كده. بعد كده مش هغلط في الحاجات دي تاني. بس لو عايزه تقولي حاجه يا هندسه تمام. لا كده خلاص، اتمنى لكم كلكم ان شاء الله تبقوا اشطر ناس، واجتهدوا على نفسكم في الاول عشان بعد كده تستريحوا. وعادي لما تسألوا مرة واثنين وثلاثة، بجد احنا اصلا موجودين عشان كده، وما بنحسش بأي طول نهائي، عشان احنا اصلا كنا بنعمل نفس الكلام ده في اللي قبلنا. فتمام، عيشوا براحتكم يعني. بس. بس بس كده، السلام عليكم.